السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل البدنجان المخلل بطعم تحفة تحفة تحفة. كل اللي هياكله من ايدك هيسألك عاملاه ازاي بالطريقة التحفة دي. هقولكوا على كل الاسرار اللي طلع معاكم بدنجان طعمه في منتهى الجمال. نبدأ بسم الله ونصلي ونسلم ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد، ونقرأ سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله في قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أول حاجة بنشتري البدنجان يكون زي ما انتم شايفين كده حجمه حلو جدا، متوسط، ولا هو رفيع قوي ولا هو تخين قوي، حاجة كده في الوسط. ويكون معانا طازة، كل ما كان البدنجان طازة طبعا يبقى طعمه أحلى. بدأنا كده نشيل الراس بتاعته خالص كده، يا اما تقطعوه بالسكينه كلها كده، يا اما بتشيلوا الاخضر ده كده بسهوله بايديكم وتقطعوا وتفتحوا البدنجانيه من النص. عشان خاطر بقى البدنجانيه اصلا وهي بتتسلق هتاخد ملح. تمام، يعني البدنجانيه واحنا بنسلقها هتبقى بعد ما تتسلق كده طعمها مالح وحلو جدا، ودي تركايه مهمه جدا لو طلع معاكم البدنجان طعمه حلو. حطينا معلقه ملح وحطينا خل، معلقتين خل كبار ومعلقه ملح كبيره، ونحط البدنجان بتاعنا يتسلق. دي اهم تركايه، ان احنا اصلا في ملح في البدنجان اوريدي كده، خلاص البدنجانيه بتاعتنا اتملحت وبقى طعم لحمها حلو. تمام، قبل ما نحط التوم خدنا كده كوبايه ميه من الميه اللي سلقنا فيها البدنجان، ودي برضو من الحاجات المهمه جدا. هنخليها على جنب وهنروح نعمل الفلفل الاحمر والثوم او الدقه بتاعه البدنجان، او بنستخدمها في حاجات كتير للسمك وحاجات كتير. فما باجي اعمل كميه كبيره مره واحده، عشان خاطر دي حاجات اللي هتسهل عليكي، والحاجات اللي دايما في كل فيديو هتلاقيني بنصحك بيها. تسهلي على نفسك ان انت تعملي كميه كبيره مره واحده، ونشيل الباقي، نستخدم ونشيل الباقي لمرة تانية. نكون بقى مش هنطلع الكبة كل مرة عشان نضرب فيها فلفل وتوم. حطينا كمية فلفل حلوة جدا حوالي نص كيلو، وحطينا معلقتين كبار توم، وهنضرب الكلام ده كله مع بعض مع معلقة ملح صغيرة. ضربناه كويس بالشكل دوت. هناخد بقى المية اللي احنا شلناها بتاعت سلق البدنجان ونحطها كده، نقلبها في البواقي بتاعه الفلفل اللي كانت موجوده في الكبه. وخدنا كميه الفلفل الزياده، يعني خدت كميه للبدنجان والزياده هنحطه في اكياس تلاجة بالشكل ده، ونبططه كده عشان لما نيجي ناخده قطع تكون سهله علينا نطلعها بسهوله. عامله كميه النهارده، عامله كيلو فلفل. تمام، الكميه دي هتساعدني جدا جدا في حاجات كتير بنستخدمها في الطبخ زي ما انتم شايفين. فردتها بالشكل دي في اكياس تلاجة واحطها في صينيه عشان خاطر عقبال بس ما تتجمد، وهطلع الصينيه. اخدت كميه اهو حوالي معلقتين للبدنجان، هحط عليهم ملح كميه صغيره جدا، لان احنا اصلا اوريدي حاطين ملح في ميه سلق البدنجان. فهنحط الكميه زي ما انتم شايفين حوالي معلقه صغيره من المعلقه بنقلب بيها الشاي ملح. وهنحط خل وليمون زي ما انتم شايفين، عصره حوالي ليمونتين ومعلقه خل. دي التركايه المهمه جدا جدا في عمايل البدنجان المخلل، هتخليها تحفه، هو الليمون والخل. والليمون بالاكتر يعني بيخلي البدنجان طعمه تحفه. يبقى كده معانا فلفل احمر، توم. التوم ما يبقاش كتير زياده عن اللازم، لا الاكتر بيكون الفلفل الاحمر. تقدري تعملي ميكس ما بين الفلفل الاحمر والاخضر، والافضل طبعا يكون حار. بصوا قلب البدنجان من جوه ابيض ازاي، عشان احنا سالقينه مع خل. فطبعا بصوا حافظ على لون البدنجان من جوه، ما يسودش معانا ولا اي حاجه. معلقه كده لكل بدنجانيه معانا. فاتحين البدنجان قبل ما نسلقه فجاهز معانا على طول. وانك تفتحي البدنجانيه بتخليها تاخد الملح بتاعها وهي بتتسلق من الاول، فده بيديكي طعم حلو كده. كده الميه اهي اللي احنا سلقنا فيها البدنجان كنا راكنينها على جنب، وقلبناها مع الفلفل اللي اتبقى في الكبه، فلونها بقى احمر معانا بالشكل ده. بصوا بقى الجمال، لازم البدنجان يكون كده في قلب محلول النقع ده، او محلول اللي هو المخلل ده، لازم يبقى في المحلول ده كده. تمام، ده بيفرق معاكي في الطعم 180 درجة. تمام، اما نخلي البدنجان في الملح كده او في المحلول ده بيبقى طعمه احلى بكتير. بس كده، وبتقدموه بقى طبعا بتخلوه متغطي كده في المية بالملح دي بالليمون، وتغطوه بغطا محكم وتحطوه في التلاجة. وما تيجوا تقدموه بتقدموه بالشكل الجميل دوت. وكمان المية او المحلول اللي فيه البتنجان ده بيبقى طعمه حلو جدا جدا مع المكرونة، مع اي اكل بيبقى طعمه حلو جدا. جربوا البتنجان بالطريقة دي واكتبوا لي في كومنتات لو في اي اسئلة، هرد عليكم بإذن الله في اسرع وقت. يا رب الوصفة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.